بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دلوقتي احنا فيديو النهاردة هيبقى عبارة ان احنا هنستخدم جاما ونوت بوك ال ام. احنا دلوقتي خدنا عطيت البرومبت لشات جي بي تي وكتبت هنا في التوبيك اللي انا عايزه، اللي هو كمثال اي او تي سكيورتي. عطاني طبعا السلايدات على حسب جاما الفري بيدي 10 سلايدات في المرة الواحدة، فهو عطاني السلايدات كلها، خدت السلايدات كلها كوبي، خدت التكست بتاعها كوبي. بعد كده روحت بيه على موقع جاما. موقع جاما دوت تبع من الأدوات اللي بتقدمها جوجل. دخلت على بيست ان تكست كده، هنا أقدر أعمل برزنتيشن، ويب بيج، دوكيمنت، سوشيال. اخترت برزنتيشن طبعا عشان ده هدفي. عملت هنا بيست للسلايدات اللي أنا عاملها. عملت بريسيرف ديس تكست عشان يعني يمشي بالظبط على التكست اللي انا مديهوله. بعد كده عملت كونتينيو، فضل يحمل شوية. وبعد كده هنا جيت في وراني السلايدات. بتحدد اللغة، بتحدد الثيم. في ثيمات كتيرة وكلها جميلة، بس دي كلها ثيمات حلوة، بس انا اخترت الثيم دوت شكله حلو. اقدر يبقى شكل الصور اللي موجودة. انا بحب 3D وانا شغال بعملها دايما. آه، وبس بنعمل generate. طبعا هو من غير من ولا اكتب ولا اي كلمة، انا واخد البرومبت من تشات جي بي تي وهو واخده. هو هنا بينسق البرومبت. طبعا أداة الذكاء الاصطناعي، فهي تعرف هتحط ايه مع ايه، وهيعمل كمان generate للصور. تكون الصور ديت تكون الصور ديت مناسبة للموضوع اللي انا بتكلم عنه. طبعا هو دلوقتي عمال يكتب وبيقسم كل حاجة بدون اي تدخل مني. طبعا في الاخر اقدر ان انا اعمل edit على كل دوت. هنا بعد ما احمل كل حاجة، وهنا بعمل له بريزنت عشان اوريكم البرزنتيشن بعد ما ظهرت. طبعا كل دوت من زي ما حضراتكم ما شفتوا. موضوع بسيط، مخدش مني 10 دقايق على بعض. والبرومبت ان شاء الله هسيبه لكم في الديسكريبشن، اللي محتاجه هيغير بس التوبيك، هيكتب فيه الموضوع اللي هو عايزه. هعمل هنا وهعمل اكسبورت عشان احمله. هعمل اكسبورت بي دي اف. اقدر اعمل له اكسبورت باوربوينت لو عايز اعدل عليه بعد كده، وجوجل سلايدز، ممكن بي ان جي كصورة. بعد كده اهو حمل الملف. حبيت بعمل انتجريشن مع نوت بوك ال ام، ودوت برضو تول بتقدمها جوجل برضو عشان تعمل ملخصات او تعمل فويس او تعمل فيديوهات. بعمل انشاء ورقة ملاحظات جديدة. بحمل الملف اللي انا محتاج اعمله. هنا بيبدأ يحمل الملف. هنا طبعا بعد ما حمل اداني ملخص اللي هو فهمه من الحاجة باللغة العربية عشان انا محدده عربي طبعا. اقدر اعمل فويس، اقدر اعمل خريطة ذهنية، اقدر اعمل مخطط، اقدر اعمل انا داخل هنا عشان اعمل ملخص الفيديو. بختار اللغة. في طبعا في لغة عربية وفي لغة مصرية عامية، زي ما انا بتكلم دلوقتي عادي جدا. وهتشوفوا النتيجة في الاخر. بعمل انشاء، بيفضل يحمل. هنا بعد ما احمل بعمل هنا على تشغيل. هو دلوقتي أعطاني فيديو مدته 6 دقايق و20 ثانية بيشرح فيه ملخص الملف. وطبعا عشان الصوت بس مش واضح، بس هو باللغة العامية وشغال بسلايدات انتجريشن، سلايدات كلها generated من عنده. كل شغل AI طبعا، وكلها حاجات بأسلوب مميز جدا. أنا كنت بذاكر من الموضوع دوت من الأول، بشرح له، برفع له وهو يشرح لي وبس.